يعني ايه باسيف؟ يعني دي قاعدة 3-2-1. انا عندي جملة بتتكون من 1-2-3. المفروض ان أنا ابدأ ب3 وانزل 2 واحط 1 وقبليه كلمة باي. رقم 2 ده كده كده في كل الحالات هجيب منه past participle، قبله am is are او was were. امتى بحط am is are؟ هستخدم am is are والpast participle لو كان الفيرب اصلا اللي انا جبت منه الباست participle infinitive او بلس اس. طيب الخطوة دي هو مش بيوضحها لي في السؤال، اذا هتلاقي الكلمات دي always usually often sometimes ever never every. يبقى انا لو لقيت الكلمات دي هختار am is are والpast participle. طيب امتى هستخدم was were والpast participle؟ لو كان الفيرب اللي انا رحت جبت منه الpast participle كان بلس ed، يعني past simple او شاذ مثلا زي went. طيب برضو مش بيبقى موضح لي ده في السؤال، يبقى هتلاقي كلمات زي yesterday last ago in the past in وتاريخ في الماضي. طب يا مس انت رجعتي قلتي ان انا عندي verb to be اللي هو am is are was were ممكن يجي بعده ing، والنهارده بتقولي ان بيجي بعده past participle. امتى اختار ing؟ لو السبجكت اللي انا بادئه بيه الجمله هيعرف يعمل الفيرب ده. طب لو ما يعرفش يعمل الفيرب ده يبقى past participle. say مثلا انا قلت لك I drink I am drink water. هل انا بعرف اشرب ميه ولا انا كائن ما بيشربش ميه؟ لا انا بعرف اشرب ميه عادي، يبقى I am drinking water. طيب انا عايزه اقول the lake is filled. يا ترى اقول filling ولا filled by water؟ عايزه اقول ان هي اتملت بالميه. طب هي الليك دي هتملى نفسها بالميه؟ لا، دي هتتملي، المطر مثلا هينزل فيملاها، يبقى is filled. ما ينفعش اقول is filling. اوكي، هشوف ده مكتوب السيشن الجاي وهقول لك وريني الجرامر اللي انت كتبته وهسمعه لك امتى بنستخدم ده امتى بنستخدم ده. هسألك اي سؤال في اللي انا كاتباه ده. اوكي.